اذا ما كانش هكذا يذوب في اليد قبل الفم ما يتسماش تشارك مسكر، ونسى يزيد يجيك يابس ولا الحشو ديالو ناشف. على خاطر اليوم نشارك معكم الوصفه اللي نعتمدها اللي دائما يطلبوها مني كل ما ياكلوا تشارك عندي. انا نخدم بالكيله تاع زنان وما بدلت فيها والو، درت 3 كيلات فارينه وغرفه سكر كلاص ولا فاني قرصه تاع الملح. وسمن الوليمه هو سر الطراوه تاع التشارك ديالي. سمن ذو نوعيه ممتازه، وشوفوا القوام ديالو كيدوب واللون ديالو شحال شباب وريحته بزاف شابه وعبقت كامل الكوزينه. حطيت منه كيله اللي كنت ذوبتها وخليتها تبرد، دخلتها في الفرينه وشوفوا ما يدير لكم ني براكس ني والو، ولميت بالماء والماء زهر. لموا غير بصبعتيكم بلاكو تعجنوا العجينه، وكي تشوفوا هاد الخطوط البيضاء معناتها راهي دات حقها تاع الماء، خلوها تريح. الوقت اللي راح توجدوا العقده ديالكم درت 3 كيلات تاع اللوز اللي يكون مرحي كيما طعام مع كيله ناقصه صباع تاع السكر، زدت لافاني ومغرفه صغيره تاع سمن الوليمه للبن وخليتها تريح. ووزنت لاباط ديالي 30 غرام والعقده ديالي 15 غرام. ومن بعد بديت نحل العجينه ديالي اللي لازم تكون رقيقه، ومن بعد سقموها كامل من الاطراف بالكوبات يجيكم هكذا مستطيل ماشي طويل بزاف. ومن بعد ندير الحربوش تاع اللوز ونحطو في العجينه ديالي، نبدا نغلق عليه العجينه كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه راح تجيكم الحبه ديالكم مورقه. غلقوا وين تخلص العجينه مليح، ومن بعد بداو تسقموا في الحربوش ديالكم، رقوه من الاطراف وخلوه خشين في الوسط باش يجيكم التشارك ديالكم بومبي. ومن بعد نعطوه لا فورم تاع الحبه تاع التشارك ونسقموا الحبه ديالنا ونتحفوها مليح. ومن بعد نحطوهم في السنيوه ونتقبوهم كامل وندخلوهم يطيبوا على 170 درجه. وطيبوا التشارك ديالكم غير الصفر وما تحمروهش باش ما يجيكمش يابس. ومن بعد نخلوه يبرد ليله كامله ونوجد الشربات اللي درت فيها الماء والماء زهر والسكر كلاص، ولازم تكون ثقيله. دوز فيها الحبه تاع التشارك قطروها مليح ومن بعد مسحوها بالبابي. حطيت التشارك ديالي في جفنه اللي فيها سكر كلاص اللي كنت غربلته، وزدت من الفوق ثاني تغربلت عليه السكر كلاص. ومن بعد سكرت التشارك ديالي وزدت غربلت عليه السكر كلاص. من زينها وصفه اليوم ومع الوليمه بنت زمان نحكوها اليوم.